شغف التمثيل بقى جا وانتي صغيره ولا وانتي كبيره؟ بصي هحكي لك حكايه. احنا كنت وانا صغيره كانوا بيصوروا عندنا في البيت فيلم النوم في العسل للفنان عادل امام طبعا. اوبا. اخراج شريف عرفة، وكان مساعد الاخراج مروان وحيد حامد، كان لسه مساعد اخراج تحت التدريب. كانوا بيصوروا عندنا في العماره وجوه الشقه بتاعتنا في البيت. حلوه قوي. فانا كنت طفله عندي 4-5 سنين، مش مصدقه بقى عادل امام هيجي البيت وتمثيل وفنانين وايه ده وبتاع. كنت فرحانه جدا بالاتموسفير والجو والاتيتيود. بعدين عرفت ان هم هيصوروا تحت العماره وان عادل امام هيجي بنفسه وهيصور. كان مروان حامد شاب صغير، ماما كانت عارفاه بحكم ان هو كان ابن وحيد حامد، فقالت له ممكن اطلب بس منك طلب، ياسمين عايزه تنزل تحت تتفرج على التصوير وممكن يمنعوها، ممكن بس تاخدها في ايدك كده. حمايه. فقال لي ماشي بس ما تعمليش صوت وما تتكلميش وبتاع. نزلت معاه وانا ماسكه ايد عمو مروان الشاب الرفيع الطويل ده الاسمراني، وشفت عادل امام، شفت التصوير، الكاميرات عماله اشد على ايده، ايه ده الله، مش مصدقه نفسي وابص له، ايه ده، ايه الحاجات الحلوه دي. من هنا حسيت العالم ده انا عايزه اتواجد فيه، ده المكان اللي بالنسبه لي احلى من ان انا اروح الملاهي في السن ده او العب او اي حاجه.